سعيدة جدا نستقبل أول ضيفة في حصتنا زميلتنا الصحفية حبيبة كريم، وهي مديرة راديو منارات دوز. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حبيبة ونورتنا. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا وسهلا حنان، يسعد لي مساك وتحياتي لكل متابعي ومستمعي اذاعه صفاقس. ان شاء الله ديما منورين، وبالمناسبه كل عام وانتم حيين بخير وكل عام وانتم متميزين. الله يخليك، العشره دائما ان شاء الله، والعشره دايما والعشره دايما معك يا حبيبه ومع الاعلام الجمعياتي. انا منذ قليل وانا نحكي على راديو منارات دوز قلت حبيبه كريم الحقيقه انا ديما نعتبرها مناضله، لان امراه تحديت الصعاب وقالت انا مع مجموعه من الناس مش نحاول اني نصنع الامل، نحارب على حقنا في الحياه، حقنا في بيئه سليمه. صح. وهذا الخط مش خط سهل يا حبيبه. كيفاش اصلا جيتك باش تكون معناتها راديو او اذاعه جمعياتيه؟ وشكون قبل لي، هل ترى الجمعيه ولا الراديو؟ ولو انه هذه راهي فقط هكا اليوم راهي مصافحه خفيفه لحبيبه حبينا نفرحوا بها بما انها بحضينا في صفاقس. شكرا ليك على الاستضافه، وان شاء الله ديما منورين. اذاعه منارات هي اذاعه جمعياتيه كما كنت تتحدثي. الاعلام الجمعياتي هو اعلام القرب، هو صوت من لا صوت له في جهاتنا. اذاعه منارات كما ذكرت هو يعني اذاعه تتبع جمعيه منارات للإعلام السمعي البصري في ولاية قبلي، تحديدا في معتمدية دوز. رحلتنا انطلقت منذ 12 أوت 2017. أنا خريجة معهد الصحافة ومتحصلة على الماجستير في الصحافة، إذا الصحافة في الدم وهي عشق بالنسبة لي. يعني هي حلم، نعتبر أن إذاعة منارات هي حلم كبير، حلم الشباب، شباب دوز. بلادنا دوز ولاية قبلي بصفة عامة هي أرضية خصبة من الثقافة، من التراث، يعني من كل شيء. فكانت حلمة كما ذكرت لك حنان ان نزرع فيها الارض الطيبه هذه بذره طيبه. وكنا نعرفوا ان الاعلام والصحافه ماهوش السلطه الرابعه، بل هو السلطه الاولى. وكانت الرغبه يعني مجموعه من زملائي والناس اللي امنت معايا في الحلمه ان كما ذكرت لك نبنوا طرح اعلامي يليق بجهتنا اللي تستاهل كل خير، واللي فيها برشا حاجات مزيانه اللي نجموا نقدموها سواء لأهلنا في تونس الكل أو حتى خارج تونس. أكيد خارج أرض الوطن، خاصة كي تولي، لأنه نتصور الراديو لحد الآن هو البث متاعه على مستوى الإنترنت الويب. نعم أي إلى الوقت الحالي يعني إلى حد الآن هو على الويب. أكيد جدا نحن في انتظار الاف ام يا حبيبه، في انتظار الاف ام باذن الله، وان شاء الله تكون قريبا جدا للاف ام ان شاء الله. سعيده ان شاء الله علينا، لان صدقا عندنا كوكبه من الشباب المبدع والمتميز يعني اللي قادر يقدم. والحمد لله خلال ال5 سنوات حنان إذاعة منارات قدرت أنها تصنع البصمة، أنها تصنع الفارق في جهتنا وتكون صوت الحق. لأن شعارنا في إذاعة منارات هو أن نكون صوت الشباب الطموح من أجل مشهد إعلامي حر وراقي. ممتاز ممتاز. هنا حبيبة لو كان نحاولوا أنه نقولوا شنو خصوصية راديو منارات دوز؟ هل هي بيئية؟ هل هي ثقافية؟ هل هي وين نبوبوها؟ شنو الخط؟ هل هي شبابية؟ هل هي سياحية؟ وين نبوبوها؟ هي للأمانة يعني إذاعة منارات هي شبابية بالأساس، ثقافية، لكن يعني الخطوط اللي حبينا يعني نسطروها او نتناولوها، حبينا نخدموا على المرأة، على الطفل، على الثقافة هي الأساس. ايضا السياحة، نسلط الضوء على كل ما من شأنه انه يوري صورة الجهة ولاية قبلي وتحديدا دوز بالشكل اللي يليق بها، بالشكل اللي يعني حاجة حقيقتها. لأن حنان ما يخفقش أن في وقت من الأوقات ولاية قبلي ومدينة دوز كانت نقطة حمراء
يعني او نقطه عبور. احنا حبينا ان نوروا للناس ان هالبلاد هذه راهي فيها برشا حاجات مزيانه، برشا كنوز، مخزون ثقافي وتراثي وشعري يعني كبير وكبير جدا، اللي يعني نجم نوصلوه بشكل حرفي، بشكل كما يلزم يكون يعني يتقدم. هنا يمكن برشا الناس يسمعوا فينا توا، واللي متابعين اللي صاريه مع جمعيه يعرف اللي مش بعيد عليكم فما راديو نفزاوة، إذاعة نفزاوة، وفما كذلك إذاعة إرادة، راديو إرادة. فيقول لك وين تلقى روحكم راديو منارات معناتها في ظل مشهد إعلامي؟ نقولوا احنا خاصة بالنسبة لنفزاوة معناتها عندها خصوصية وحركية كبيرة بالنسبة للإذاعة هذه. وكان نمشيو كذلك الإذاعة إرادة زيادة عندها خطة، وعندها كذلك هيك الجانب تشتغل على الجانب اللي هو يمكن حتى فيه المشترك ما بين تونس وما بين ليبيا في بعض الأحيان، والمستمعين اللي ممكن يسمعوها. فهنا كيفاش تنجموا تصنعوا بصمتكم يا حبيبة الخاصة بكم؟ طبعا أكيد جدا. هو أكيد هذه فرصة إني نحيي كل زملائي إن كان في إذاعة نفزاوة اللي كنت من بين الفريق المؤسس لهذه بالضبط. وأنت لحد الآن ما زلت تكون في برشا شباب زاد حبيبة. نعم دورات. وكنت يعني مؤسسة لقسم الأخبار. هو التنوع لا يفسد للود قضية، يعني نشوفوا إن في دول أوروبية تلقي إذاعات يعني في منطقة برشا في أكثر من إذاعة، فالتنوع جميل وجميل جدا. مهم إن احنا كلنا تتر إرادة بعيد علينا شوي، لكن احنا ونفزاوة نتصور إن احنا زول شركاء في تقديم صورة لايقة بالجهة، وإن نكملوا بعضنا. أكيد جدا كل واحد عنده خصوصيته. إذاعة نفزاوة عندها توجهها، وإذاعة منارات عندها توجهها الخاص، والمستمع هو الحكم، هو الفيصل هو الحكم بيناتكم. هو وليه الاختيار ومحليه المشهد كيكون متنوع، والتنوع لا يفسد للود قضية، والتنوع بالعكس ما يجم كان يثري الساحة. طبعا أكيد جدا أكيد. نحن الكلنا نخدموا من أجل جهة، لأن الإعلام الجمعياتي هو إعلام متطوع، اللي يخدموا فيهم متطوعين، معناه ما هيش ناس تاخذ في أجر من أجل الخدمة اللي تقدم فيها. فنتصور ان دورنا راقي ورقي جدا، وهذا هو الميساج اللي نحب نوصلوه. احنا الكلنا نخدموا مجندين من اجل صالح الجهه، من اجل الخير الجهه نتاعنا اللي تستحق منا كل خير. حبيبه كلام من ذهب يا حبيبه، وانا نعرف جيدا معناتها حبيبه كانت تنجم تكون توا تترأس معناتها قسم أخبار أو غيره في إذاعة أخرى، ممكن إذاعة خاصة أو إذاعة عمومية، مش هكا يا حبيبة؟ خاطر نعرف القامة متاعك أنت وكذلك الكفاءة متاعك. فحبيبة خيرت اختارت المجال، اختارت الإعلام الجمعياتي. هل هو إيمانا منك بأنك توصل رسالتك الصحفية بأكثر نزاهة، بأكثر عمق، بأكثر محبة، حتى لا تكون تحت أي ضغط من أي نوع من الأنواع حبيبة؟ أم هي شاءت الصدف والأقدار فقط لا أكثر ولا أقل؟ للأمانة هو اختيار. أنت سألتيني في الأول يعني شكون اللي قبل شكون اللي قبل الجمعية ولا الإذاعة؟ لكن أقول لك حاجة حنان، إذاعة منارات على خلاف يعني بقية الإذاعات اللي يعني تتولد بعد بناء جمعية. احنا يعني الإذاعة تبنيت قبل، ما تقوليش بديت الإذاعة بالضبط هذيك هي الجمعية. انتم كيما بلاتين راديو معناتها واضح. انطلقت 17 ماي 20 ماي 2017 فكان انطلاقة الإذاعة يوم 12 أوت 2017. لأن كما ذكرت لك في البداية منارات هي حلمة حلمتها وما زلت نحلم بها، ما زلت نحلم إني نشوفها في القمة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا ربي. يعني الرسالة اللي نؤمن بها في الإعلام وفي الصحافة اللي حبيتها واللي عشقتها من اللي صغيرة
نحاول اني نكرسها ونجسدها على ارض الواقع. ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله نكون دائما في المستوى. امين امين. انا نتمنى لك كل التألق حبيبه. باش كنت تاثرت من الاصوات او من النجوم وفرسان القلم والمصدح، شكون اللي عشقتهم وحببوك في مهنة الصحافة، مهنة المتاعب؟ شكون يا حبيبة؟ والله مش كنت تأثرت؟ ما نعرفش، يعني من اللي صغيرة بالكل، ما تأثرتش بشخص. كان عشق الصحافة في داخلي، ما نعرفش فطري دون التأثر. أكيد فما برشا قامات، ناس اللي ما شاء الله عليهم واكيد نحبوهم، واصوات متميزه واعلام وصحافه راقيه. لكن كما ذكرت لك حب الصحافه كان منذ صغري، معناها بالفطره ما تنجمش تكون حبيبه ما هيش صحفيه، تنجم كان تكون اعلاميه صحفيه فقط، لا اكثر ولا اقل. تقول انت هيك المهنه هي اختارتني من الاصل، هي اختارتني، هي حبتني فلقيت بالفطره. احنا حبيبه نتمنوا لك ان شاء الله ديما التالق ونجاح، ونعرف اللي انت توا قاعده تحضر في استديو جديد يا حبيبه، المنارات دوز. ان شاء الله. اي نعم ان شاء الله يا ربي. منارات تستعد الى عوده باكثر قوه. اكيد لا يخفى الجميع الظروف الماديه اللي تمر بمختلف الجمعيات. نحن بدينا صحيح منذ 5 سنوات، لكن ما كانش فما التمويل، لان التمويل كان ذاتي وذاتي جدا. واكيد هذه فرصه اني نحيي عائلتي اللي هي فعلا يعني امنت بحلمتي وكانت معايا، سند معايا وما زالت. لكن احنا تو بنينا رؤيه جديده وحابين نعملوا انطلاقه اقوى ان شاء الله للمنارات، وباذن الله تكون منارات مفتوحه على الجميع، تسمعوا في صفاقس وغير ان شاء الله يا ربي. مثال كما ذكرت للاعلام الحر النزيه اللي كله حرفيه ويقدم المعلومه بالشكل اللي يلزم تكون عليه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله احنا هذا هو اللي نتمنوه حبيبه. ان شاء الله المره القادمه تكون معنا انت ومجموعه من الزملاء من راديو منارات دوز ان شاء الله في الشهر، في ذاك الشهر نتاع التجريب قبل البون دي فيم. احنا نبداو معاك ولا في اول حصه من حصص البوع على البث الاف ام، نكونوا معاكم ان شاء الله يا ربي، وتكونوا معنا ونزيدوا نحكيو على راديو منارات باكثر ايضاحات، وحتى نصافحوا بعض الزملاء اللي قاعدين يقدموا، خاطر خصوصيتكم انتم قلت لي شبابيه ثقافيه اكيد قاسموني الحلمه وما زالوا معايا. تحيه لهم الكل. والجمعيه ما زالت تدعم فيك، ما تدعم في شكون يدعم في شكون؟ في الجمعيه تدعم في شكون يدعم في شكون توا؟ الراديو ولا الجمعيه اللي تدعم؟ ان شاء الله موفقه. اكيد نعرف راهو الصعوبات الماليه ماهيش سهله، راهو الانسان معناتها الى جانب التفكير في الخط التحريري نتاع الجمعيه، وكذلك الجانب المادي اللي هو كذلك مقنن بالنسبه للاذاعات الجمعياتيه، ويكون كان في معناتها مجال البث نتاعها هذاك فقط المحلي او اللي قاعده تبث فيه. معناتها المساله راهي معقده جدا بالنسبه للاعلام الجمعياتي. اذا احنا الاعلام العمومي نقولوا عندنا قوانين صارمه معناتها ما نجموش نتخطاوها على مستوى الاشهار، بالنسبه للاعلام الجمعياتي اصعب واصعب باش نكونوا واضحين. فيا رب ان شاء الله كل التوفيق، كل النجاح ليك يا حبيبه انت وكل الزملاء في راديو منارات دوز. نورت صفاقس حبيبه، ونسنا برشا. الله يخليك. ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير. يعيشك. نحن تو على ابواب المهرجان الدولي للصحراء بدوز. اكيد الدعوه مفتوحه للجميع انهم يزوروا مهرجان الصحراء، شيخ المهرجانات اللي فيه بار حاجات مزيانه، واكيد دوز تستحق الزياره. هاي المحبه نتاع دوز، هاي منارات قاعده تبث مباشره توا. منارات باش تكون في الصف الاول باذن الله في هذا المهرجان اللي هو عرس بوابه الصحراء دوز. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله كل التوفيق لكم. نورتنا برشا زميلتنا حبيبه كريم، ان شاء الله مزيد من التالق والنجاح لراديو منارات دوز. يعيشك يا لله، يعيشك. هذه فقط حبيناها لانه نعرفوا النظرات اللي قدمتها على مستوى هالاذاعه هذه والمحبه قديش ضحيت يا حبيبه. مش ان شاء الله يا ربي تشوف هكا الاذاعه وهي تبث على الاف ام، واحنا كنا ننتظروا هالبث هذه. بعد شويه ان شاء الله، بعد حبيبه مش تكونوا معنا
معنا نجوى الهمامي اللي نحبوا نباركوا لها بطريقتنا الخاصة على التتويج. أما قبل يا حبيبة اسمع مش نسمعوك سي محمد الجموسي ويقول لك حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وينك هذه الغيبة. يلا نسمع ونستمتع. تحيتنا لك زميلتنا حبيبة كريم. حبيبة كريم 10 دايما.